نسيت ما كيطرى لي حتى شي حاجه. هذه هي القريعه اللي دائما كندير، هذه هي الخلطه. تقدروا تكثروا تقدروا تقللوا، المهم كيبقى الخلطه ديالكم على حساب. انا درت لكم كميه قليله وانتم تقدروا، راه ما كتخسر ما والو. كنشدوا هذا الخليط هو اللي كندهنوا به هاد البسيطلاس وكنتكهم. ضروري البنات ما تتكم. وغادي نعطيكم داك السر اللي قلت لكم ديال الطياب ديال البسطيله الوريقه، حتى البسطيله الكبيره يمكن لكم ديروها باش تنجح معكم، ما تطرطقش لكم وكتجي مفينيه. بالنسبه لهاد البسيطلاس غادي ندير نص طياب فقط باش غادي نخزنهم في المجمد. السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. باقا معكم في التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله. الله يلحقوا عليكم الصحه والهنا وباش ما تمنيسوا. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بسيطلات صغار بكميه كثيره ديال الحوت 100%، ولكن اقتصاديين. غادي نعطيكم طريقه جديده باش ما يطرطقوش لكم في الفران، ومجموعين كما غتشوفوا ان شاء الله. وواحد الخلطه اللي كتسولوا عليها دائما باش كتعطي البسيطلات واحد اللون اللي كيجي بحال هذا الشكل كما كتشوفوا. وبالنسبه لهاد البسيطلات راه باقيين ما طيبينش، يعني 100% طيبين، غادي نحافظوا عليهم في المجمد. غادي نبداو ان شاء الله في المقادير وطريقه التحضير. عندنا 500 غرام ديال الكروفيت اولا القيمرون هبره، وعندنا تقريبا 800 غرام ديال الميغنا يعني الكبيره اللي كتطلع رخيصه. عندنا 3 ديال المربعات ديال الشعريه ديال الارز اللي كنفزقوها في الماء واحد 5 دقائق وكنصفيوها وكنقطعوها. عندنا الفطر الاسود اللي كنشدوه كنغسلوه مزيان باش يحيد لنا كاع التراب اللي فيه، ومن بعد حتى هو كنرقدوه في الماء وغادي نقطعو وغادي ندير شي شويه فقط، والشي الاخر غادي نحتفظ به في المجمد. كناخذوا واحد المقله كبيره كنديروها فوق النار، كنديروا واحد البصله، 2 وراق ديال الرند، واحد شويه ديال الزيت الزيتون. غادي ندير هاد ضامتي ديال السمك، ويمكن لكم ديروا توابل ديال السمك البسطيله اولا الحوت ديال البسطيله. انا ما مفرش عندي، غادي نديروا هاد الضامه اللي كتعطي واحد المذاق كثير ديال الحوت. غادي نشحروا البصله مزيان، ومن طبيعه الحال راه ما ضفناش الماء. عندنا واحد الفلفله كبيره حمراء اللي كنشدها وكنشويها وكنقطعها مربعات صغار وما نغسلوهاش باش كيبقى داك الطعم ديال الشواء. عندنا واحد الحامضه مصيره ديال الدار اللي كنشدها وكنقطعها مربعات صغيره. عندنا واحد المعلقه ديال الثومه تكون عامره صغيره. كما لاحظتوا هذا هو الفطر الاسود، كندير منه شويه والشي الاخر كنقطعو كنخبيه. توابل معلقه كبيره اولا صغيره عامره ديال الفلفله حمراء، الخرقوم البلدي نص معلقه، الهريسه واحد المعلقه، عصير ديال تقريبا نص حامضه، وعندنا واحد المعلقه صغيره ديال المركز ديال الطماطم. صافي كنخلطوا مزيان. كنضيفوا تقريبا واحد المعلقه كبيره حتى لجوج ديال الصوص الصوجا، وكنديروا واحد العلبه ديال الفطر، وكنديروا تقريبا واحد 3 المعالق ديال المعدنوس هو اللي غلاب على القزبر كنديروا 2 وريقات فقط. ملي كنقطعوا هاد الشعريه ديالنا ديال الرز كنخلطوا العناصر كاملين. دابا الشعريه ديالي وجدات، كنطفي النار، غادي ندوزو غادي نديرو مقله على نار مجهده بزاف، وكندير فيها واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير الكروفيت ديالي. راه ما طفيتش الكاميرا خليتها شاعله. صافي كنضيف ليه شويه ديال الفلفله الحمراء باش كيعطي داك اللون غوز. هذا واحد سر من الاسرار ديال البسطيله. وكندير شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر. صافي غادي نحيد هاد الكروفيت ديالي واخا يبقى فيه الماء، هذا راه فيه شويه ديال الماء، غادي نديرو نصفيه. غادي ناخذوا نفس المقله كنضيفوا ليها شويه ديال الزيت، نخليوها البنات حتى تسخن مزيان. كناخذوا ديك الميرنا كنديروها على الجلده ديالها كما غتلاحظوا، والنار مجهده والمقله سخونه، وكنديروا شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال الزعتر. راه ما طفيتش الكاميرا نهائيا. صافي غادي نقلب مباشره كما كتلاحظوا. هذيك القشره راه غادي نحيدوها من بعد. كنقلبوا. بالنسبه لهاد الكميه قلت لكم 800 غرام، 2 حوتات كبار اللي هو اللي قطعهم ليا وقادهم ليا وحيد منهم الشوك وعطاهم ليا، يعني كيطلع رخيص بزاف. راكم عارفين هاد الميرنات الكبار راه تيكونوا رخاص. صافي كنبقاو هاد العمليه اللي كنديروا باش ما كتشتتش لينا هاد الميرنه، كتبقى محافظه على راسها وكتجي طايبه وزوينه. يعني ما كاملاش 5 دقائق على نار مجهده البنات. سخنوا المقله مزيان، ديروا فيها شويه ديال الزيت ويسخن وديروا. صافي مني تسقطر لينا داك القيمرون كنديروا ديك الميها ديالو في هاد المقله وهي سخونه. هاد الشيء اللي تيبقى هو اللي كنضيفو على الشعريه. داك لوجيس ديال الحوت هو اللي كنديرو على الشعريه. كناخذ الحوت ديالي كنحيد منه القشره، كنحيد منه الا كانت فيه شي حاجه، هذا غادي نديرو على هاد الشعريه. وغادي نخلط الكروفيت مع تقريبا واحد 200 غرام ديال الفرomاج. غادي نخلط كل شيء مع بعضياته. الفرomاج يمكن لكم ديروه يمكن لكم لا. في الاخر كناخذ ديك الميرنا ديالي مع دابا بسيطلات صغار، يعني غادي نخلطو كل شيء في مره واحده.
غادي نخلطوا كلشي في مره واحده. كنجيو للورقه غادي نقسموها في الاول على 2 وثم على 4. العمليه راه سهله. انا بغيتكم كلكم تاخذوا ملي تشوفوا هذا الفيديو تاخذوا واحد الطاقه ايجابيه، وغادي ديروا اي حاجه ديروها راه من يديكم كتطلع وساهله. هاد البسيطله غزعموا راه ساهلين وغادي تفرحوا الا درتوهم. كناخذوا الوريقات ديال البسطيله. بالنسبه لهاد الورقه ديال البسطيله انا عندي مدهونه. كناخذ واحد لقطه ديال شي علبه ديال القرعه، هو اللي باش كندير باش كنعبر. غادي نعاود لكم الثانيه باش نوريكم. صافي وكنبدا الزوائد ديال الورقه باش ما تجيناش الورقه كثيره، وكنسد بالبيض اولا بدقيق باش ما بغيتو. غادي نوريكم الثانيه باش تفهموا، حيت كنت كنهضر بجهه. شوفوا كيجيو مقادين، يعني غطا تقدروا غطا تقدروا تبصيل. ها نتوما كنديروا المثلث، وكنديروا المثلث الاخر معاكس على المثلث اللي درت من قبل. صافي كناخذوا الحشوه ديالي وكتضغطوا البنات باش كتجيكم دائره مقاده. ضغطوا عليها مزيان باش كتشد لكم هاد الحشوه الدائره ديال الغلاقه اولا ديال الغطاء ديال القرعه. صافي وكنبداو نجمعوا في الورقه ديال البسطيله عادي، والزايد فيها كنقطعوه، ما نخليوش كلشي باش ما كتجيناش الورقه عامره بزاف من التحت. صافي وكديروا، اما انا درت بيضه هي باش دوزت، تقدروا ديروا الطحين، الماء والطحين. صافي كنبقى مستمره على نفس الكيفيه حتى كنعمر. انا جاوني 2 طاوات. غادي نوريكم الخلطه اللي كتسولوا عليها دائما. عندي واحد المعلقه ديال الفلفله حمراء اللي كنضيف ليها واحد الكميه ديال الزيت، وكنبقى نخلط فيها مزيان، وغادي نخليها حتى كتهبط ديك الفلفله حمراء، وكتبقى غير زويته. حيت ما ديروش فلفله حمراء، الا درتو فلفله حمراء كيبقاو دوك النقاط اللي كيجيو في البسطيله، الورقه البسطيله، ومني كتحمر كتحرق. دابا لا حتى شي حاجه. هذه هي القريعه اللي دائما كندير، هذه هي الخلطه. تقدروا تكثروا تقدروا تقللوا، المهم كيبقى الخلطه ديالكم على حساب. انا درت لكم كميه قليله وانتم تقدروا، راه ما كتخسر ما والو. كنشدوا هذا الخليط هو اللي كندهنوا به هاد البسيطلات، وكنتكهم ضروري البنات ما تتكم. وغادي نعطيكم داك السر اللي قلت لكم ديال الطياب ديال البسطيله. الوريقات حتى البسطيله الكبيره يمكن لكم ديروها باش تنجح معكم، ما تطرطقش لكم، وكتجي مفينيه وكتجي زوينه بزاف. غادي نعطيكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد البسيطلات غادي ندير نص طياب فقط باش غادي نخزنهم في المجمد، خليهم حتى كيبردوا ملي كيطيبوا. دابا الفران غادي نشعلو، غادي ندوي لكم على الفران. غادي نشعلو الفران سخون. البنات تقدروا تشعلوا الفوق والتحت كيف ما تقدروا. لا ما عندكمش كيشعل الفوق غادي تشعلوا غير التحت. انا شعلت الفوق والتحت. كندير واحد الورق ديال الزبده، وغادي نحط واحد الطاوه وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. دابا بالنسبه للطياب ديالهم غادي نطيبهم نص طيبه، ما غاديش نخليهم يطيبوا على خاطرهم. صافي ملي كنحيد هذيك كنلقاهم شادين بلاصتهم. دائما البنات تطبيقاتهم لانهم كيفرحوني وكيخليوني نزيد لقدام. شكرا، الله يجازيكم بخير على المشاهده، وبسلامه عليكم. وهانتوما شوفوا كي جاو. تخليهم حتى كيبردوا، وغادي نستفوهم في المجمد في بلاستيكات اولا في علب.